مساء الخير، معاكم احمد حامد شبان. في كلمة قالتها رضوى الشربيني اللي هي المذيعة. مش عارف هي معانا في المهديون يعني، بس قالت ان الست مش ملزمة تبات في بيتها. انا بقول لك يعني انا لما كنت متجوز مراتي كنت بخليها تبات بس عند مامتها، مش عند صاحبتها، عند مامتها. تروح تبات عند مامتها عادي، لما اصلا في ساعات بيبقى فعلا وجودها في البيت بيحسسها ان هي قاعده في سجن جوزها. فلا تروح لمامتها وتاخد جرعه حنان منها آه، وتحكي لها، والكلام ده كله، كل ده الكلام ده كويس عادي. مش انما اللي يلا اغسلي لي، يلا الاكل، يلا معرفش ايه. لا، انا ما بحبش كده طبعا، لان في الاول في الاخر بنت يعني. فالبنت مالهاش غير امها طبعا، جوزها وامها. فلو مش عايزه تبات في البيت وتبات عند مامتها، اهلا وسهلا. ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. عبد الله رشدي بقى، الدجال المسلم الكافر ده، هو المسيحيين الكفره برضه، والماسونيين الكفره برضه، المسلمين والمسيحيين والماسون الكفره، هيقعدوا يقولوا لك ايه، هيطلعوا لك الدجل بقى وشويه نسر من القران، على شويه احاديث، على شويه اصفار. لا، لازم تقعدي في البيت. تمام. حلو كده. انا والله بتكلم بصدق، مش بنافق يعني. بس المجد لليهود.